بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد رسول الله. صباح الفل، صباح الخير، يسعد صباحكم. عاملين ايه؟ اخباركم يا حبايبي؟ تعملي ايه يا ام محمد؟ هتعملي لنا ايه؟ هنذبح يا ولاد النهارده ارنوب جاي كده من على السطح فريش. الصلاة على النبي، اللهم صل عليك يا نبي. جبت جارتي كده معايا عشان ده معرفش يا ولاد اذبحه لوحدي بصراحه، يعني الله يعينها ويقويها ده الصحه يا رب. جت وتعبت معايا وذبحناه وسلخناه سوي، وقاعدين كده على السطح والشارع اهو قدام الباب، غسلناه كويس وفتحناه. عندنا كده بقى احنا قدام بابنا ارياف زي ما انتوا عارفين ما شاء الله. هنذبح ايه يعني؟ ذبحنا ايه يا ام محمد النهارده؟ ارنب يا ولاد من على السطح بتاعنا ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. بصراحه يا ولاد انا اول مره اذبح ارنب، يعني بجد ما بعرفش اذبحه، فناديت لجارتي تعمله معايا. الله يبارك لها يا رب الست ام عمرو ويديها الصحه. ادي الكبده بتاعته وادي الفش بالصلاه على النبي جميله ما شاء الله. قعدت تقطعه كده حته وتفتحه وتنضف معايا، تعبت معايا بصراحه. ودي الكيله كيلتين، يعني كيله وكيل صح كده. ادي يعني الحاجات اللي جوه اهيت، اللي هي الكبده ما شاء الله شكلها لسه فريش، والبتاع الرقتين كده اللي هما الفش بالعنقود بتاعهم ده اللي في الوسط ده الزور بتاعهم بس كده. وبعدين قطعناه زي ما انتوا شايفين. والله يا ولاد كان لسه زي اللي صاحي في ايديا، يعني بينفض سبحان الله يا رب، بينفض كده. عشان كده المفروض ما تذبحيه وتسيبيه يومها بحاله، عشان يكون يا ولاد هادي خالص معاكم، ولانه بياخد وقت جامد، بيبقى لسه زي ما تكون صاحي سبحان الله. يعني قطعناه وغسلناه والله، وكان لسه فيه كده نافض سبحانك يا رب. غسلته طبعا كويس جدا مرة واتنين وتلاتة، وجيت بقى نقحته بدقيق وطماطمية كده وليمون وملح ودعكته كويس جدا، وسبته في الحاجات نقحته كده يعني معاكم بالليمون والدقيق ده كده، وسبته يجي ساعتين تلاتة زي ما انت شايفه كده. حبيبه قلبي لازم تعيد عليه الغسيل مره واتنين وتلاتة. ايوه كده فله كده، يبقى فله منوره ما شاء الله. بس كده سبته بقى اليوم دوت كنت عاملاه، وتاني يوم بقى غسلته كويس تاني وشطفته طبعا مره واتنين، ما اقولكوش بقى. تمام. جبت حله بقى كده وحطيت معلقه سمنه بلدي وتفكها كده يا دوبك، بس ما تقدحهاش، يا دوبك تفك كده ما شاء الله. بصوا بقى زي الفل. الصلاة على النبي. انزلي بقى كده بالارنب بتاعك ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. وفريده بتقول لكم ادوا لايك لتاتي لو وصلتوا معايا بقى لحد هنا، ادوا لايك وشير وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. احلى اخوات، ربنا يبارك لي فيكم ويديمكم نعمه في حياتي يا رب. شوحنا تشويحه حلوه كده، والريحه كده بدات تطلع بتاعته، وننزل عليه بطماطمايه وقرن فلفل وبصلايه وفصين توم، وطبعا فلفل وكمون وبابريكا ورقتين غار كده. شوحيهم بقى وسيبي شويه كده مع غطي كده وسيبي شويه. حطيت شويه سكر يا ولاد عشان هو كان شكله كبير شويه في السن يعني.
حبة السكر دول يا ام محمد بيخلوا الحاجة تستوي معاكي بسرعة. وطبعا لازم تزودها مية بتغلي بس كده. اول ما يغلي معاكي بقى المية الشوربة بتاعته تغلى نارها كده، تروحي جاية موطية وسايباها على نار هادية بقى. هنيجي بقى مع بعض نعمل شوية رز في البرام اللي احنا اشتغلنا معاكم بينه بقى قبل كده. بسم الله ما شاء الله. حبة رز بقى في الفرن كده مدسوسين، الصلاة على النبي. لازم يا جماعة نحط شوية حبة زيت علشان الرز يبقى مفرفر. انا متعودة على كده، لازم احط شوية زيت للرز اللي هنحطه في الفرن ده، الرز المعمر طبعا ده. ولازم معلقتين سمنة حلوين بس كده. حطينا شوية ملح بقى، وحطينا اللبن بتاعنا زودناه، وهنحطه زي ما انتم شايفين كده. كنا قايدين الفرن قبلها بشوية حلوين، 10 دقايق كده. بسم الله ما شاء الله. بس يا حبايبي هو استوى خالص اهو، تنهرى معانا، استوى كويس جدا. هنحاول بقى نحط كده عليها حبة، نحط شوية كده طماطم عندي في التلاجة بصراحة، كنت شايلاهم من بقية المحشي. هنلمعه كده بشوية زيت بحبة طماطم. بصي يا حبيبتي الموجودة عندك، يعني حاجة موجودة تمام تمام، مفيش معلقة صلصة ومشي حالي. حطيناه كده جنب الرز ياخد وش. الصلاة على النبي. شوفوا الرز بتاعنا جميل، اللهم صل عليك يا نبي. ألف هنا وشفا. طبعا يعني أرنب يعني ملوخية بالأرانب. هنعمل بقى شوية ملوخية يستاهلوا بقهم. الصلاة على النبي. شوية الشوربة بتوعهم بتوع الأرنب عسل ما شاء الله. ملوخية بالأرانب يا ولاد، اتفضلوا معانا يا أهلا وسهلا. تبقى مكعب ماجي كده وانزلي بالملوخية بتاعتك. فهنا وشفا. لا إله إلا الله، اللهم صل عليك يا نبي. ايه رأيكم يا ولاد؟ ما شاء الله. نجيب بقى فص توم جميل كده معاكي، توص كده. اول ما ياخد لون معاكي حط له شويه كزبره حلوين ما شاء الله. ايوه يا ولد، ايوه ما شاء الله. نزل كمان مره، كمان مره يا ست ام محمد يا سيدي. اوعى الريحه العسل اللي فحفحت دي ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ودي الارنب بتاعنا احمر وبقى زي الفل اهو. الف هنا وشفا. والرز بتاعنا، وادي الملوخيه بتاعتنا. وتفضلوا معايا، وما تنسونوش في اللايك حبايبي، ودعوه حلوه وتعليق جميل، احلى اخوات في الدنيا. اسيبكم في رعايه الله، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.